عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل وصفة جديدة اسمها وصفة البيكاتا بصوص الديمي جلاس. في ممكن ناس تعملها بالمشروم وممكن لا. الوصفة دي سهلة وجميلة ولازم تجربوها، تغيير وطعمها جميل جدا. مش هننسى لايك وسبسكرايب للقناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني. حبايبي انا اول حاجة عملتها ايه امبارح؟ جبت ده عبارة عن نص كيلو بانيه، تبلته ببصل وطماطم، بصلايه وطماطمايه وملح وفلفل وتوابل طبعا وبهارات وكزبره وكده، كل التوابل اللي عندك حطيها في التتبيل. وحطيته في الفريزر من امبارح. صحيت النهارده طلعته زي ما انتوا شايفين كده وفك شويه. هحطه بقى همسك كل واحده كده، هحطها اغلفها بدقيق كويس جدا، وبعد كده هحمرها في طاسة وفيها زبدة. اول خطوة معايا همسك البانيه كده واحدة واحدة واتبله في الدقيق. هخليكوا تشوفوني وانا بحمر عشان بس مدة الفيديو متبقاش طويلة عليكم. بقى يا حبايبي يا دوبك حطيت قطعة زبدة في الطاسة واستنيت لما تسيح شوية، وبعد كده نزلت عليها بقطع البانيه اللي انا عملتها في الدقيق. حاجة بسيطة كده، مش لازم يعني تبقى كلها متغلفة. واحدة واحدة كده وجنب بعض حطيتهم. هستنى بقى خالص لما يحمروا او ياخدوا لون ذهبي كده بسيط، اقلبهم على الوش التاني وبعد كده هتشوفوا انا هعمل ايه. الوصفة دي بقى حبايبي جميلة جدا، وبعدين هي فعلا اكلة فنادق، يعني مش هتلاقوا حد كتير عارفها. فانتوا جربوها تعجبكم جدا، مش هتبطلوا تعملوها، وبتكلفة بسيطة جدا، يعني مش هتكلفك كتير. هو نص كيلو بانيه وعلبة كريمة لباني هتجيبيها من اي سوبر ماركت. دي حاجة. الحاجة التانية، الوصفة دي كنت واخداها من شيف في فندق كبير برضو، يعني انا كانت مرة كلتها بس من فترة طويلة جدا، وسألت عليها الشيف وقال لي عليها، فجربوها تعجبكم ان شاء الله. هنا بقى خدت خلاص اللون الذهبي اللي انا محتاجاه، وابتديت اقلبها على الوشين. لما لقيت الوشين تمام كده، شلت واحده واحده كده بالراحه من الطاسه، ومكان الطاسه مكان التحمير بتاعهم نزلت ببصلايه مبشوره وطماطم اللي هو كنت متبله بيهم البانيه، بدل ما نعمل تاني يعني. تمام. هتلاقوني كده بعد شوية هجيب بطرمان واشاور لكم عليه. ده يا حبايبي اسمه صوص الديمي جلاس، بيتباع عند اي عطار كبير، يعني هتلاقيه ان شاء الله مش صعب، يعني موجود عند عطارين كتير. هو غالي شوية بس حقيقي جميل. هو بيبقى عبارة عن ايه؟ بيبقى عبارة عن حاجات كده معينة في الفراخ بياخدوها ويطحنوها، تقريبا العظم بتاعه او حاجة زي كده. المهم هو اسمه صوص الديميجلاس، وهتلاقيه عند اي عطار كبير. دي حاجة. يبقى حطينا بعد كده مكان الطاسة الحاجات اللي كنا متبلين بيها البانيه بتوابلها، مش هنضيف بقى اي توابل غير الديميجلاس، مش هنضيف كده اي حاجة غير الديميجلاس اللي انا هضيفه دلوقتي. بعد كده هنقلبهم كويس ونحط حتة زبدة لو لقينا نفسنا محتاجين، وبعد كده هتنزلي بمية مغلية عليهم وتدوبيهم بس. وزي ما انتوا شايفين كده هحط بقى المية المغلية لغاية ما ينسجموا مع بعض واقلبهم كويس كده. مجرد بس ما المية ما تغلي هنزل كده بالراحة بالبانيه اللي انا حمرته وشلته. تمام. هستنى برضو يغلي 5 دقايق او اقل كمان من 5 دقايق. هتحسوا ان الكفر اللي انتوا حطيتوه اللي هو الدقيق ده بينفصل عن البانيه نفسه، مش مشكلة، هو ده المطلوب. ليه بقى؟ لان الكفر بتاع الدقيق ده هو اللي هيعمل سمك للصوص الصوص اللي احنا عايزينه.
الدقيق ده لما تخلطيه كويس مع صوص الديمجلاس والميه دي، هتشوفوا الخطوه اللي بعد كده ايه اللي هعمله. هبتدي واحده واحده. لما بيغلي هو لوحده كده هتلاقوا البانيه انفصل عن الكفر ده. هناخد البانيهايه من غير الكفر. الكفر هيفضل في الايه، في الصوص اللي احنا سايبينه في الطاسه. نشيل البانيه كده في طبق تاني لوحده. وبعد كده هناخد الصوص ده. هتشوفوني كده في نهاية الفيديو حطاه، هحطه في خلاط. يعني هي دي اخر خطوة. هتحطيه في الخلاط. يعني هنشغل الخلاط عليه شوية كده لمجرد ما ينسجم خالص مع بعضه، وميبقاش فيه اي تكتلات ولا فيه اي حاجة باينة. هيبقى زي عصير كده. تمام. وبعد ما هنعمله كده هتشوفوني برضو، تابعوني هتشوفوا هعمل ايه. يبقى كده عرفنا المكونات بتاعتنا ايه. نص كيلو بانيه هنتبله. طبعا تتبيله البانيه معروفه. وبعد كده صوص الديمجلاس وعلبة كريمة لباني بسيطة، مكوناتها بسيطة جدا. هي بس علبة الكريمة لباني من اي سوبر ماركت، والديمجلاس من اي عطار. ولو في اي استفسار اكتبولي في الكومنتات وانا هجاوب عليكم. بقى خلاص، هو زي ما قلت لكم كده البانيه انفصل عن الكفر بتاعه. اتبقى في الطاسه اللي هو الكفر اللي هو عباره عن دقيق. ضفت عليه الميه المغليه. تمام.
وبعد كده حطيته في الخلاط زي ما انتوا شايفينه كده، خلطته كويس جدا لغايه ما انسجم وما بقاش فيه اي تكتلات. ورجعته الطاسه تاني، وبعد كده حطيت عليه علبه الكريمه اللباني مخصصه للطهي مش للحلويات، بتقولي للسوبر ماركت كده. وضفت البانيه، وبكده طبقي بتاع النهارده خلص. اتمنى تدوسوا لايك وسبسكرايب علشان انزل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ده كان شكلها لما خلصت.